لحظة لحظة. أصعب شي بهالحياة هو انتظار عدوك. أعصابك بدها تكون فولاذ. إذا بتفقد صبرك للحظة واحدة وبتتحرك بكير، يا أما بتلاقي حالك بين إيدين ممرضة بالإسعاف، أو بين إيدين المغسل عم يحضروك من شان يصلوا عليك. بدك تركز بكل حواسك على جية عدوك. ما بدك تحكي شي، وما بدك تتحرك أبداً، وما بدك ترف بعينك لحتى يجي عدوك. شوف عمك عبد الحي، الشكل تمام، ما عم يتنفس حتى. نهاد، اوعك تزيح ولا سنتي عن اللي قاله عمك، ها؟ واوعك تعمل اللي بيعمله. لا تخبص، على كل حال تخبوا ليك وصل. عمي، شو بنعمل لما بيصير هيك مفاجآت مو متوقعينها؟ بتقول هيك دب بيعمل أي شيء، وبنقول الله يصبرنا. عبد الحي، بعت رسالة للمعلم. ماشي. التقيت مع الشخص اللي جاي محل فيلر؟ سمعت انه اجا بس لسه ما زارني لهلا. بيكون عم يستنى روحة فيلر، بس أكيد رح يجي يزورك عن قريب. ما بعرف إذا جعتوا، بس أنا جعت. خلينا ناكل شغلة لبين ما يجي ضيفنا. يمكن اجا ضيفنا، هلا بناكل. مو فيلر يلي اجا يا سيد داوود، بيري اجا أبوكي. يا ريت تشرحي له الوضع بأسلوبك. بابا شو هالحالة هي؟ اصلا انت شو هالحالة؟ شو عم تدبري لك بنتي؟ وطي صوتك بابا، رح يسمعوك. معلش خليهم يسمعوا، انا بدي اياهم احسن ما يسمعوا من الغرب. بابا كرمال الله عم تلعب بحياتي، الله يخليك ممكن توقف؟ ليش هيك يا ابراهيم؟ شو عامل بحالك؟ انا خجلان منك كثير يا سيد داود. شو ما قلت معك حق. ابراهيم، الليلة في عنا وضع خاص، بكره بنحكي. يلا. سمعت. قال عاملين عندكم عشاء عائلي. انا طبعا ماني من العائلة تبعكم، كلكن عم بتخونوني، كلكن. مراد علمدار من العائلة؟ اصلا انا يلي كان لازم اكون هون مو هو. أبوكي معه حق يا بيري، حطي صحن تاني على السفرة. لا انا ما بقعد على طاولة عشاء ماني معزوم عليها. ما بدي صحن، باكل كم وحدة من هدول. لا بابا، هدول بيأذوك. بيري، لحظة. وحدة ما بتساوي شي. واضح انه ابراهيم اشتهى ياكل منهم. وقف بابا، لا تاكل، هدول مسمومين. شو؟
اتصلت بيريشي؟ لسه ما اتصلت سيدي. انتوا اعملوا تحضيراتكم، بعد شوي رح تتصل. تحت أمرك سيدي. أنا عملت كل شي لتبعدي عن هذا الجو وهي الوساخات، وتحملت الشوق إلك طول العمر، وبعدتك على أمريكا لتدرسي. بعدت على المحل المناسب يا إبراهيم. يعني بأمريكا بيتركوا بنتك تدرس براحتها؟ أنا كل شي عملته مشانك بابا. عملت هيك حتى ما تكون عبد لأمثال محمد فكرت ولتكون مثلهم وأحسن منهم كمان. أحسن من إني أكون عبد لأمثال فيلر. ومين كان يلي رح يهتم بالجثث تبعنا؟ طويل. اتصلي بالطويل وقولي له يجي ياخذهم، خلينا نشوف. نعم معلم. تغيرت الخطة ميماتي. لما بيجوا رجال فيلر لا تفرجوهم حالكم. اوعكم تفرجوا حالكم لحتى يدخل الطويل لجوا ويصير عندي. معلم مين نبه فيلر؟ عمال يلي قلت لك عليه ولا تسأل. عمي شو صار؟ ما لازم يا ابني يكون عندك فضول كتير وانت عم تستنى عدوك، ما هيك عبد الحي؟ سيدي، اجا الخبر اللي منتظره. قول للرجال انه طالعين. حاضر سيدي. هن جوا؟ ايه هن بالصالون. إذا قتلتوني ما بتقدروا توصلوا لفيلر. لا تقتلني وأنا بعطيك فيلر. وشلون بدك تعطيني إياه؟ بالأول أعطيني ضمانة. وشو الضمانة؟ تبعت ميماتي على العنوان اللي بقلك عليه، بيسلم حاله لرجالي، ولما بيجيني خبر باخدك لعند فيلر. اللي لوين روح؟ لبولونسكي. معلش أنا رح بعتك على محل أبعد. ليش قوصته معلم؟ لأنه كان عم بيلاهينا ويضيع وقت، وإذا ما رجع بوقت محدد فيلر رح ياخد احتياطاته ويختفي. لازم نتحرك بسرعة. أعطوني كيس وتلج. عدم المؤاخذة يا عزيزي أويصال، كان لازم أفتح المجال لواحد أهم منك بكتير.
تمت الموافقة. ادخل. أنا رح أبعتك على المحل يلي بدك تروح عليه. لا تستعجل كتير يا أرون فيلر. ما في تغطية. سيدي، شو بنعمل بالمدعية؟ بدك نقتلها؟ ألو، وقفوا لا تدخلوا. مراد علمدار داهم بيت فيلر من شوي. ليش ما مات مراد علمدار سيدي؟ شغلوا قاطع الكهرباء تبع البناية فورا رح نشغله. غلطت الكبيرة اني وثقت بوحدة مرة. نصيحتي إلك ما تشتغل شغلة بالاعتماد على النسوان. فيك تخلي نصايحك لإلك؟ انت لمين تركت بنتك؟ اكيد لمرة. معلم، هاي الخلطة صارت جاهزة. شو عم تحاول تقول؟
كنت عم قول أمنت بنتك عند واحد بيحبها كتير لدرجة إنه ما ممكن يترك لك إياها لو شو ما صار. قلتوا ما بتحبوا حدا بدون مقابل حتى حالكم، كيف بقى بده يحب بنتي؟ الرقم المطلوب مغلق حاليا، أعد المحاولة لاحقا وشكرا. ميماتي، الجبسين صار جاهز. روح مع عبد الحي على بيت ليلى وأنا لاحقت. نقدر نحكي ونقدر نتفاهم. كلامك مزبوط، ممكن احكي معك وممكن نتفاهم، واكيد حتحكي لي شغلات ما حدا بيعرفها، ما هيك؟ هي كتير شغلات، بس وحياتك ما عندي طاقة انه اسمعك.